فرصة إنه نشترك في هذا الأجر، ونحن البارحة نكفكف دموعنا على أبو ليلى وأم ليلى ونحن نشوفهم عندنا هناك. والله أنا ما أعرف اللغة، لكن الكلام اللي هم يتكلموه سبحان الله يداخل القلوب، كأنهم يتكلموا بمشاعر الأم، وهذا هو اللي حاصل بمشاعر الأمومة، بمشاعر الوالدين. فتخيلوا يا إخواني وأخواتي أننا ندخل الفرحة ونجلس ونجتمع في كل أزمة نسمع عنها بمحيطنا، جيراننا، الأماكن اللي نحن فيها، نجتمع نصلح هذه المشكلة. هذا هو إصلاح الأرض، هذا هو الإعمار. لما نقف إلى جانب إنسان مظلوم ضعيف، من اللي يقول إنه وأقربكم عندي بعيد حتى آخذ الحق منه؟ احنا لازم نكون كذا، ندور وراء الحق ونقف مع المظلوم، ننمي الإنسانية طالما نعتبر نفسنا من البشر، نعفو، نتسامح. نحن نتحدث معنا يعني نتكلم عن مسلمين ومسيحيين وأديان أخرى، بينما نحن لم نطبق الدين اللي الله سبحانه وتعالى أمرنا به بالشكل الصحيح، فنتدخل في ديانات الناس. هناك من يخلط بين الدعوة وبين انتقاد الآخرين. هناك يعني عندما نتحدث عن دعوة معينة، عن أسلوب معين، أنا أؤمن أن الأديان بيننا وبين الله عز وجل. الدين بيني وبين الله، بيني وبين البشر الاحترام، وكذلك أن يحترم كل طرف الآخر. ليست المسألة أن أقصي فلانا، الأديان لا تأتي لإقصاء الناس، إنما لتقدمهم. فعندما نقول أننا نعزز هذه الإثيوبية في دواخلنا، فنحن نستذكر التاريخ ببلاد الحبشة اللي الله سبحانه وتعالى جمع لها من المآثر. ما أدري، أنا أشوف بعض الصور تطلع في الرأس، ما أدري، حتى عندي قبل شوية طلعت أظن في إعلانات أو شيء كذا. هدايا يلي تجيك من التيك توك. تمام، أنت دحين ما شاء الله صار عندك 2 شو اسمه 24، يعني هذا الكوين تطلع بالدولار، يعني فلوس. فتجيك قباءة ومرة شنب، حتى آسيا من شوية أنا جاني ضحكة جاها شنب. هدايا تمام. يعطوك هدية، هذول اللي بيطلع اللي بتشوفه بيعطوك الناس، بيعطوك الهدية. حني جزاك الله خير. دراجات، ورود، أنا أقول إيش جوالي كذا قلب ما شاء الله. هدايا عم بيعطوك الهدايا، يجزيكم كل الخير ሁላችሁም። الله سبحانه وتعالى ይጨምርላችሁ። እሺ የሰጣችሁ በሙሉ ቤቱን አደመቃችሁት። ደስ ይላል። እንደዚህ መሀላችን ቁጭ ብሎ ማን እንደሚቀርጽ አይታወቅምና የአባይ ንጉስ አብሮ ተቀምጦ እንደዚህ ቁስስ ብሎ መቀመጥ ጥሩ አይደለም። ሀኒዬ ጭምር ያርግልሽ የኔ ወድ هدية عم بيعطوها اللي توصلي لهم بشكل أدق إنه هذه الجلسات تستمر. خلوكم الآن مثل هذه الخلية حقت النحل. شفتوا خلية النحل، العسل اللي تجيب لنا العسل، تشوفوا كيف يتناوبوا في القوة العاملة، في القوة الملكة، ملكة النحل، في الأميرات، في اللي يعني مهام متقاسمة. ليش ما نشتغل زي كذا لإسعاد الشعب، لإسعاد الشعب؟ ما شاء الله، انتوا بتخلوني باشا بالقوة ما شاء الله. تفضلي أحسن. ما تستاهل باشا بالشعب. ዙዙ ንገሪያቸው አሁን የተናገረው በጣም ትክክል የተናገረው። እሺ አላሁ አክበር አላሁ አክበር። ሀኒዬ እንደ ጭመርመር አድርግላችሁ። عندك رخصة؟ معك رخصة؟ ايوه عندي، بس في جوالي. اشتري لك فيراري ولا بيت فيراري؟ ما شاء الله تبارك الله. عطوك فيراري آخر موديل. الله يرزقنا وإياكم من فضله. سجلوها. اوكي ይሄ ስብሰባችሁ አይቋረጥ። ልክ አዎ ተናገሪ። እሺ ተናገሪ ብዬሽ ነበር፣ አንቺ تناقري. على الهدايا هذا بس يوروك محبتهم لك، مو موضوع هدايا بس محبتهم لك. فعشان كده
محمد، على فكرة بالموضوع اللي قلتها قبل شوي انه هذا التيم ليلى انه يستمر، ونحن كمان ترى قاعدين نحكي فيها، نبقى نكمل بإذن الله تعالى. صح انه كل واحد فينا لنا حياة خاصة فينا. انا مثلا قبل تيم ليلى عمري بحياتي ما طلعت لايف، ما اطلع، مو جوي لايفات وكده. اخت آسيا عندها لايف دعوة وحاجات متعودة. انا من بعد اخت ليلى صرت اطلع اللايف. فاحنا حاليا لما نجي حاجات اللي تجينا اياها انه فينا نسعد اهالينا، يعني فينا نسعد لبلدنا، يعني فينا نسوي لو حتى ولو قد كده للمجتمع الاثيوبي اللي بالذات اللي متغرب يحتاج مساعدتنا باللي نقدر عليها. اقسم بالله حتى لو باللغه حلينا مشاكل كثيره مو مقصوده حتى بدون قصد، يعني يصير سوء تفاهم بينهم. اللي ممكن الاثيوبيه ما تعرف اللهجه والعرب زي ما انت عارف يصير معاهم تاتشنج شوي، تكبر الموضوع. في النهايه لما يجي عندنا لما نتكلم يطلع موضوع مره بسيط، مره بسيط، فيحتاج بس حلول. فعشان كده احنا قلنا عشان بس لعجل يعني اخواننا اللي في البلد اللي هنا واللي هناك، اذا نقدر نسوي شيء واي نوت، قلنا يعني خلاص. فاحنا قاعدين ان شاء الله ونستمر فيها باذن الله تعالى. فمحمد على سيالي ያለው ምንድነው ይሄ ነገር ቅድም ወንድማችን እንደነገራችሁ ይሄ ቲም በዚሁ ቢቀጥልና ባላጣችሁ ይሄን እኔም ባየኋችሁ ቁጥር መምጣት አብሬያችሁ መሆን እፈልጋለሁ እና ይሄ ነገር ቢቀጥል ምሳሌ የሰጠው ምንድነው የንብ ቀፎ ነው። የንብ ቀፎ አይታችሁ እንደሆነ ንጉስና ንግስት አላቸው፣ ተለያይተው አያውቁም። እዛ የንብ ቀፎ ላይ ርቆ መሄድ የለም። የንብ ቀፎዋን እንዲሁ ሲዞሩ ሲተሳሰሩ ነው የምናየው። እና እንደዛ ብትሆኑ ባትላቀቁ፣ አንድ ብትሆኑ፣ አንድነታችንን በንብ ቀፎ ነው የመሰለን እና ይሄ ደግሞ በጣም ትልቅ ነገር ነው። ነህ ለማለት የንብ ቀፎ ነው እና እኛም በዚህ ነገር ደግሞ እያሰብንበት እንደሆነ የቲም ሌላ ባልነግራችሁ አንድ ተስብሽም ያለው ነገር እሱም ይሄንን ነገር ነው ምኞቱን የገለጠው እና احنا كمان حنستمر فيها وانت باذن الله حتعطينا من وقتك حتى لو بالاسبوع هالقد انه تكون معنا، لانه وجودك معنا يعطينا تفاعل. انا اصلا اعطي وقت لنفسي، لما اعطي هذا الوقت للعمل الانساني اعتبر اني انجزت شيء عظيم، لانه هذه امانه. مش الامانه بس ان نجلس على الكراسي في اماكن معينه او مناصب معينه، لا، هذه الكراسي الله سبحانه وتعالى اتمنى عليها، اللي نقدر عليها نسويها، نخفف من الام هذا الشعب قد ما نقدر، نسهم، نحاول نصلح مع الناس اللي تصلح، نحاول انه نضيق الافق على الظواهر السلبيه اللي عندنا، نحاول نوعي الشعب انه عندنا بلد يستاهل اننا نوقف معاه، وان شاء الله نقدر نستمر بهذه الطريقه. الان هذا مجرد الهام، كم من شخص الآن يمكن يسمع هذا الكلام يبادر بفكرة ورؤية لأجل أن يصلح في المجتمع مشكلة معينة، لأجل أن يخفف كربة إنسان معين. يا الله إيش الخير هذا العظيم اللي دليت الناس عليه. يا الله من اللي أسمع صوت هذه ليلى اللي ما نعرف حتى أنا والله ما أعرف من أي عرقية، ولولا اسمها ما عرفت إلى أي ديانة تنتسب، وما أعرف أي يعني علاقة، ما لي أي علاقة لا بأهلها ولا بأقاربها، إلا كون هذه الإثيوبية المسكينة في بلاد الغربة وسنين طويلة، فالله سبحانه وتعالى ألهمنا، دلنا. يلي يبغى الخير شوفوا أبواب الخير قدامكم. الحمد لله البارحة لما شفت في المؤتمر فنانين، ممثلين، أساتذة، مشايخ، صحفيين، إعلاميين، كلهم جلسوا هناك وبكوا على ليلى. حتى اللي وقف يصور قاعد يبكي على ليلى، على قصة ليلى، لأنها بنتهم، بنت إثيوبيا. صحيح يمكن الناس يشوفونه بنظرات ثانية، عندهم فكرة عن المجتمع الإثيوبي مش بطريقة مغايرة، لكن والله نحن نفتخر ببلادنا ونفتخر بشعبنا، ونوقف إلى جانب شعبنا، خصوصا الضعيف منهم، وكلنا ضعفاء، لكننا نستقوي بالحق، نستقوي بعد الله بعض. شكرا لكم، معليش طولنا عليكم على انت عارف بموضوع ليلى جتنا معاناة شوية
صار يقولوا لنا في بلادنا، صح انه احنا عندنا علم، في بلادنا الناس تموت بالحرب، باللي بيطلعوا يتغربوا في بلد الناس بطريقة مش قانونية في البحر، ولكن احنا نحب نقول لهم حتى اللي في البلد بالمجتمع الإثيوبية روح واحد قد ايش ثمنها غالي، عشان بس يغلوا على بعضهم، عشان بس يحسوا يلي عندهم المجتمع، عشان بس يتكاتف زي أول. الروح دحين حاليا صايرة كأنها رخيصة في بلدنا من المشكلة، من الاقتصادية، من الحرب اللي فيها. فموضوع ليلى كلها الناس تصحصح مشان يعني عشان بس نحميه، نتقي الرغب عشان نحمي روح واحد. ده كله تكاتف، هذا كله للشهرين بدون ما انقطع ولا يوم واحد، ساعات طويلة في اللايف نجمع الفلوس، هذا كله معاناة عشان ايه؟ عشان بس نحمي روح واحد. فهذا الرسالة أنا أواجهها للشعب الإثيوبي. احنا نعرف اللي في بلدنا المشكلة، الناس تموت بالجوع بشغلات كثيرة، الله يعني الله يحمينا، الله يرجع أمن الأمان في بلدنا إن شاء الله. ولكن شيء اللي نقدر احنا ننقذه بالفلوس، ليش لا؟ ما يكفي اللي ما نقدر نوصل لهم، يلي بيموتوا بالحرب مو بيدنا حيلة، ما نقدر نسوي شيء. بس إذا نقدر نسوي، إذا في احتمال ممكن نحمي روح واحد، احنا مستعدين نكون شحاطين على السوشيال ميديا طول عمرنا إذا فينا نحمي ولا لو روح واحدة، لدى الدرجة غالية روح واحدة. يلي في البلد احنا معمنين لربنا، لأنه ما بيدنا حيلة، ما فينا غير الحسرة في بلد الناس. احنا نبغاها يكون عمن الأمان زي أول وأحسن بإذن الله تعالى راح يرجع. فموضوع ليلى هذه صار يعطيهم انه يفتحوا عيونهم اللي في البلد، اللي بيتقاتلوا، يلي بيتقاتلوا على شو اسمه، على الديانة، على موضوع تافه، لما يشوفوا في بلد الناس ثمنها قد ايش، لعل وعسى بيفتحوا عينهم ينتبهوا قد ايش الروح اللي قاعدين يتقاتلوا فيها، قد ايش الروح اللي هم شايفينها ولا شيء. احنا عندنا كل شيء، ما فينا نحميهم هناك، بس يلي تطلع هنا اللي تصير فينا ومننا مستحد نحميها، مستحد نضل في السوشيال ميديا 24 ساعة ونحن نشهد عشان نحمي روح واحد. فكل الناس يلي يقدر عليه يا ريت يسويها. يعني مثلا في حرب انت ما فيك تسوي شيء، صح؟ الحرب يا اما تقتل يا اما تنقتل، بس من غير الحرب اللي برا، اذا انت يعني مثلا يفكروا ايش، انتوا في بلدكم ملايين بيموتوا، وهنا عشان روح واحد، ده كله الملايين اللي بيموتوا ما فينا نحميهم، بس هايدي ممكن فينا نحميها. فليه؟ إذا تسمحي لي عندي تعليق في هذه النقطة، أنت أثرتي نقطة ضرورية جدا جدا أختنا زوزو. صحيح إنه في مآسي، في كوارث، في مشاكل كثيرة سواء في الداخل أو في الخارج. الناس اللي تموت أو أي مشكلة كانت، اللي يقولوا لنا أنتوا ليش ما تتكلموا؟ أنتوا ليش تتكلموا عن ليلى وتتركوا هذه الحروب؟ أنا عندي إجابة أعتقد إنها واضحة. هذه الإجابة تتمثل في نقطة معينة، أنه كل أمر أو كل مشكلة لا تعالج بالكلام، كل مشكلة لا تعالج بوسائل الإعلام. والله الكلام اللي نحن نقوله لو ما حاسبونا عليه البشر ربنا بيحاسبنا عليه. كم من شخص يتأثر بهذا الكلام، خاصة أنا أتكلم عن المؤثرين اللي عندهم آلاف ومئات الآلاف والملايين من المشاهدين، اللي يثيروا الحروب. يا جماعة كلمة تثير حرب. انتوا تعرفوا، يمكن سمعتوا عن قصص العرب أو حروب العرب، مثل حرب البسوس استمرت 40 سنة. 40 سنة حرب البسوس، يقتلون بعض لأجل ناقة. تعرفوا إيش الناقة؟ جمل باللغة جمل أظن. إيه نعم. فلأجل ناقة تقاتلوا 40 سنة. نحن إيش يضرنا لو فقط استمعنا لبعضنا؟ أنا مؤمن إنه إذا استمعنا لبعضنا، نحن المشكلة نتجه للشيء الكبير. إذا حصل شيء معين، يا فلان ترى أنا أوصفك إنك أنت خائن أو منافق أو كذا على حسب ما تقوله أنت في وسائل الإعلام.
يا أخي أنا يمكن أكون بذلت جهد أكبر منك أنت واللي معاك. هذا الجهد مش شرط يكون في الإعلام، يمكن أنا أتكلم في أماكن أنت ما تقدر تتكلم فيها. وبالفعل في ناس يلوموك لأنه بس يفكر إنه هذه بس المساحة الوحيدة اللي نعالج بيها قضية المشاكل الأمنية أو أي مشكلة في البلد. اللي تكلم عنده تبرير، واللي سكت عنده تبرير، واللي سكت عشان يتخاذل ويمنع الناس إنهم يتكلموا برضه هذا كمان عنده تبرير. لكن ما يصح إلا الصحيح. فنحن كل قضية إنسانية نتعاطف معاها، وتعاطفنا في منه اللي يكون بالإعلام، في منه اللي يكون بالوسائل الدبلوماسية، في منه اللي يكون بالشفاعة الحسنة. كم من أشخاص يتصلوا تحصل لهم مشاكل عندنا هنا سواء من الإثيوبيين أو من برا من غير الإثيوبيين، والله ما نعرفهم ونحاول نمشي معاهم نقضي لهم حاجتهم. ليش؟ نبغى ندخل الفرحة في قلوب هذه الأنفس الكثيرة اللي عانت من كثير من الأزمات، فنسعد باللي نقدر عليه في يدنا، اللي نملكه، وما لا نملكه ندعو الله أنه يملكنا إياه. وشكرا لكم. وصلت الرسالة، فإن شاء الله تعالى. الموضوع ليلى صرنا نسمع خواتنا كتير، هم ليلى مو بس همها، هم المجتمع. صرنا أنا دحين أحس يبغى لهم بس بالذات إخواتي اللي بيشتغلوا في بيوت الناس، يا بوي إحنا بس نبغى أحد يسمعنا. كتار دحين يجونا هنا يفقدوا عقلهم، يصير معاهم وسواس وحاجات كثيرة. لما نشوف السبب شيء واحد، إنه ما يلاقوا أحد يسمع همهم. أنا جاء فترة أول ما جيت المملكة العربية السعودية، زي ما تجي بالفيزا، البلد غريب والأكل غريب والجو غريب، كل شيء غريب، تمام؟ حتى اللغة ما كنت عارفة. فأنا دحين عندي عادة إنه ما الناس لما تفكر أحيانا أنت تفكر في بطنك أو في عقلك ما يطلع صوتك. أنا من النوع إنه لما أفكر أطلع صوتي. هذا الشيء من إيش جاني؟ لما كنت أشتغل في بيوت الناس لا أعرف اللهجة ولا أكل ولا الجو، كل شيء متغير علي. عشان أونس حالي كنت أكلم حالي بصوت عالي، تمام؟ فالضيقة والحياة الروتينية اللي ما تتغير، ما تقدر تحكي مع أحد لحتى تعرف اللهجة. أطفال أنا اللي ساعدوني لحتى أعرف أتكلم مع الأطفال، أقول لأنه حتى لو ضحكوا علي أقول معليش. فدحين لما دحين أسمع إخواتي أغلب مشاكلهم إنه ما يلاقوا أحد يسمع همهم. فأنا يصير إيه، ممكن على الأقل أقدر أساعدهم. حتى في البلد لما ندق عليهم ما فينا نتكلم همنا عشان لا ياكلوا همنا، عشان لا يفكروا الليل والنهار بنتنا صار فيها ايه وصار فيها ايه، نصير ايش نكتم على قلوبنا، ما فينا نتكلم. فلما طلع موضوع ليلى والله انكشف اسرار بيوت الناس كثيره، اخواتي اللي بيشتغلوا عليها. فليلى من جد مش ليلى واحده، هي ملايين ليلى. فكلانا هذا الشيء نتعلق فيها. عمل ليلى كلهم واقفين، اللي تقول راتبي، اللي تقول خذوا ذهبي. فموضوع ليلى لازم اختنا تطلع نشوفه. اقسم بالله لو سمح الله لو صار شيء كلنا اللي حنتدمر، كلنا متعلقين فيها. فعشان كده موضوع ليلى لما شفنا هم كثير وهم وغم وفرحة حزن، قلنا هيدي مو ليلى واحدة، دي ملايين. فروح ليلى تسوى الملايين، لأنه صرنا نحل موضوع ملايين. صارت حلول للناس كثيرة، توعي الناس، مجتمع. حتى لبلدنا لما يشوفوا تكاتفنا على روح واحدة صاروا يشوفوا احنا ايش قاعدين نسوي على بعضنا. روح للدرجة غالية، وهذه الرسالة اللي كنا نتمناه توصل لنا لمجتمع الإثيوبية اللي في بلدنا، اللي كلينا أمانة أهالينا عندهم. روح واحدة قد إيش غالية، عشان يصيروا يقدروا بعض. لعل وعسى تكون وصلت رسالتنا بإذن الله تعالى، لأنه كتير دحين صاروا يكلمونا من بعد اجتماعات الأمس، صاروا يكلمونا من جد انتوا سويتوا كده، اللي كان ما يعطونا وجه قلنا لهم روح لدي الدرجة عندنا غالية، يا ريت انتوا تحسوا بعض تقدروا قيمة بعض. فلعل وعسى إن شاء الله توصل الرسالة. إن شاء الله. ما شاء الله تبارك الله. توصيف جميل ودقيق وبليغ يلامس القلوب.
شكرا أختنا الحبيبة، الله يسعدك. ما شاء الله تبارك الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله. كيف حالك يا الغالي؟ شلونك؟ ايش اخبارك؟ يا مرحبا، يسرك الحال، يا هلا والله. معاك ابو محمد يوفا. يا مرحبا يا ابو محمد. ايش اخبارك؟ والله نورت وشرت وانس والله. على راسي والله. ها؟ يسلم راسك وشكرا، انا اللي تشرفت والله بجلوسي معاكم. ما شاء الله تبارك الله. اتمنى انه ان شاء الله باذن الله نجتمع دائما على الخير. ان شاء الله ان شاء الله، وانت ربنا يقويك وربنا يديك الصحه وطولة العمر ويجعلها في حسنات ميزانك ان شاء الله. بس حبيت اسلم عليكم، ما شاء الله كفو الشباب ما شاء الله، رسالتهم وصلت، والاب لابد يسمع ويقعد ويسمع ويدي الخبر ان شاء الله. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. سلام ለማለት ነው የገባውኝ ቤተሰቦች፣ በጣም አፉ በሉኝ። جزاكم الله خير። በጣም ደስ ስላላችሁ اللهم اجعلها في ميزان حسناتكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أبو محمد جزاك الله تعالى خير. እንዳናረዝምበት ያው ሲያወሩ የነበረው ለአንድ ነፍስ ይህ ሁላ ሩጫ ለሚሉ ሰዎች ማድረን የምንችለው ነው የምናድነው በሚል ነው ሲወያዩ የነበረው ዩዙና መሐመድ አልዓሩሲ። እሱ ምን አለ? ሰው የሚችለውን ነው የሚያደርገው። አንድ ነፍስ በገንዘብ መዳን ትችላለች ከተባለ የሚችለውን አድርገን ያቺን ነፍስ እናድናለን። ሌላ ቦታ ላይ ማዳን የማንችለውን ያን ማዳን ስላልቻልን ተብሎ ይችም ትሙት አይባልም ነው። ትልቅ ስራ መሰራቱን ነው። ከእንደገና ደግሞ ሀገራችንም ላይ በአንዳንድ ችግሮች ውስጥ ገብተው ለሚተላለቁ እህቶች፣ ወንድሞች፣ ወገኖች ይማሩ። አንድ ነፍስ ምን ያህል ቂማ እንዳለውና ዋጋ እንደሚያስከፍል ነው። አማርኛ እያላችሁ ረዘመብን ያላችሁ እህቶች ወንድሞች ስላላችሁ ነው። አሁንም አንድ የምጠይቃችሁ ጥያቄ የእህት ጥያቄ፣ ሁለት ነገሮች ነው የምጠይቃችሁ። 1000 ሰዎች ስታዩኛላችሁ፣ ሁለት ነገሮች። አንድ የመሐመድ አልዓሩሲን ፎቶውን አሁን እዚህ ጋር የምታዩትን ጫን ስትሉት ስሙ ይመጣላችኋል። ልክ እንደዚህ ነው የምታዩት። እንዲህ ስትጫኑት የእሱን ስሙ ይመጣል። ስሙን ጫን ብላችሁ ስሙን ድጋሚ ስትጫኑት የእሱ አካውንት ይመጣል። እንደዚህ ፎሎ አድርጋችሁ ማውጣት ብቻ ነው። እዚሁ ጋር ሆናችሁ ሁላችሁ ማድረግ ትችላላችሁ። ይሄ አንድ ነው። ሁለት ደግሞ ዱዓ እንድታረጉለት ነው የምጠይቃችሁ። ዱዓ የምታረጉለት ሀገራችንን ወክሎ ሙስሊም የሌላ እምነት ተከታዮች ሳይል ብሔር እኔና እናንተ እዚህ ጋር እንደምናረገው ብሔር ምን ሳይል ኢትዮጵያን ወክሎ ኢትዮጵያን ከፍ ለማድረግ እየሰራ ያለ ወንድማችን ነው። በተቻለን መጠን የእሱን አካውንት ማሳደግ አለብን። ዱዓ ልናረግለት ይገባል። ይሄ ሐቢባችን ሰለላሁ ተዓላ ዐለይሂ ወሰለም ከነገሩን ሱና መሀል አንዱ ነው። አገርን መጠበቅ ለአገር መቆም በሚችለው ነገር አንድ ሰው አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ዘንድ የሚወደድ ስላ ነው። አላህ ይውደድለት። አላህ ከክፉ ነገር ይጠብቀው። ሁላችሁም ዱዓ አድርጉለት። እህቶቼ ወንድሞቼ ሁላችሁም እየገባችሁ ፎሎ አድርጉት። አሁን እዚህ ጋር ከገባ ስንት ሰው ነው ፎሎ ያደረገው? ኦልሞስት 300 ሰው አድርጎታል። ሁላችሁም እየገባችሁ 1000 ሰው ትታዩኛላችሁ። ቀልብ መሆን ለራስ ነው እና ለወንድማችን ብሔር ሳትለዩ፣ ዘር ሳትለዩ፣ ሃይማኖት ሳትለዩ ገብታችሁ ኢትዮጵያን ዓለም ላይ ከፍ ለማድረግ እየሰራ ያለ ወንድም ነው። ፎሎ አድርጉት። የሰራው ደግሞ በላይ ላይ የተናገረው ንግግር እኔ አልቅሻለሁ። መሐመድ የታስተላለፈው መልእክት ያስለቅሳል። ሁላችሁንም በተለይ ሰው ቤት የምትሰሩትን እህቶቼን ወንድሞቼን፣ ሌላ ሀገር ላይ ስቃይ ላይ ያላችሁትን በሙሉ ያካትታል ንግግሩ። ሌላ ብሎ የተናገረው ማለት ነው። ይሄ ደግሞ የእናንተንም ህመም የሚያስተላልፍ ነው። ገብታችሁ ሼር አድርጉት እና አበረታታው። ጀዛኩም ላሁ ተዓላ ኸይር። መናገር የምትፈልጉን ነገር ካለ ተናገሩ። نخليش ويا يبتسم محمد العروسي بعدين لا مش بنوجع له راسه، اجى لعندنا مش عشان نوجع له راسه لحاله بس عشان يضحكوا الناس. محمد ነገራችን ላይ ማለት ነው መሐመድን አሩሲን ፎሎ ማድረግ ለራስ ነው። በቃ ምንም አያስፈልገውም። ለብዙ ነገር የምንጠቀምበት እንደ ሀገራችንን ከፍ ማድረግ የምንችልበት ነው። ሁለተኛ አስተያየት ነው። ሶስተኛ ደግሞ ሰዎች ፈገግ ያለኝ ኮሜንት በተናገሬ ሐሳቡን ቀይራለሁ። እሱ ምንድነው መቼ ነው ኢብራሂም ጨረታ የምታጫርተው ባንዲራውን የሚል በጣም አስገርሞኛል። ጀስት ላይክ እድሉን ጨርሻለሁ።
يمتاجو يا محمد عروسي نورتنا حبيبي. الله يطول عمرك، الله يحفظك، الله يذكرك جنة الفردوس يا حبيبي. امين وإياكم ان شاء الله. شكرا لك. من الوتاع الله أكبر. والله قال أني مرت እህታችን ወይ ወንድማችን አኮራችሁ የምር አላህ ይጅዚኩም። الله يحفظكم. في عندي ملاحظة ما أو عفوا تفضل. لا تفضل بس بقول لهم. لا ابشر شوية بس أنا بس حبيت أقول لكم إنه في بعض الأخوة يمكن ما يعرفوا عن هذه البثوث المباشرة اللي أنتم تسووها، فأتمنى إنكم برضو توسعوا. الآن الأخوة اللي أمس تواجدوا هناك في كثير، يعني الشيخ حامد موسى، الفنان سراويد فكري، في فنانين كثير يعني صحفيين، أستاذ أبو بكر أحمد، وندم خالد، كل هذول لو تجمعوهم في مثل هذه اللقاءات شيء جيد جدا ترى، والتأثير يكون مضاعف. أعتقد إنه الأمر سهل، وإن شاء الله بإذن الله قلوبهم أيضا معانا إن شاء الله ومعاكم في عمل الخير. فأتمنى هذه ملاحظة يعني تأخذوا بها في عين الاعتبار، والله يعطيكم العافية. إن شاء الله. هلا نفكر فيها. أتوقع شيء يستخدموا الفيسبوك، الموقع دي التيك توك ما كتير يستخدموها عندنا، بس الفيسبوك. فإن شاء الله إحنا تيم ليلى هذه هنكبرها بإذن الله تعالى، اللي في بالنا كثير، وإن شاء الله تعالى ربي يوفقنا نصير إنه قد عدود، وحنكون يعني تيم قوي بعد الله سبحانه وتعالى، ومن بعد ربنا بمساعدتكم بوجودكم معنا. فهم بكل الأحوال هم معنا، بس بالواتساب حاجات زي كده. فكويس الملاحظة، كويس، شكرا. نعم، الفعاليات هذه جميلة، الله يعطيكم العافية. إذا تسمحوا لي بكرة شوي عندنا ارتباط، وشوف الوقت ما شاء الله من عندنا هنا تأخر زي ما تعرفوا. صحيح. والله يبيض وجوهكم. أخذنا ما شاء الله طاقة كبيرة من الخير في هذا اليوم الخير، ليلة الجمعة، ومعانا إخوة وأخوات جلسوا هنا وعلى حساب وقتهم وصحتهم برضو بهذه الساعات قدام هذه الشاشة، على أساس أنه أختنا الله يجزيها خير، ربنا سبحانه وتعالى يفرج عنها، على أساس أنها تطلع في أقرب وقت وتكون معانا. فإن شاء الله بإذن الله نحن متكاتفون دائما ومتواجدون معاكم، سواء بالجسد أو بالقلب أو بالاثنين معا في الغالب إن شاء الله. عسى الله يقويكم وتكون بلدنا من أفضل لأفضل إن شاء الله. شكرا. محمد يجزيك كل الخير። ትልልቁ አሁን እዛ ፕሮግራሙ ላይ የነበሩትንም አንዳንዴ ጋብዟቸው ያንተ መምጣት አስደስቶናል ብለን ስንለው ወንበር ላይ ብቻ ሳይሆን አንዳንዴ እንደዚህ ከሰው ጋር ሆኖ ማየት አለ። እኔ ንግግሩ ነው ትንሽ እንትን ያለኝ ማለት ነው። ምክንያቱም አላሁ ረቡል ዒዛ ሱብሓነል ኻሊቅ የመራው ሰው ነው ከእህት ከወንድሞቹ ጋር አብረው ቁጭ ብሎ ምን ላይ ናችሁ ምን ደረሳችሁ ብሎ የሚልና አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ሁላችንንም ኸይር ስራ ላይ አላህ ይመዝግበን በረሕመቱ። محمد جزاك الله تعالى خير. إذا عندهم شيء يقولوا بعطيهم فرصة وكتر خيرك، بس بقول لك بس ربنا يحميك محمد، جزاك الله تعالى يحميك من كل الشر الدنيا والآخرة. شكرا يا آسر وإياكم إن شاء الله. جزاك الله خير. من الوقت كتفكر لي بتاع مزوج نشكرك على وجودك معنا. بانديراو. نعم أسمعك، هي تشرح لي. በጣም ብዙ ሰዎች ስለ ባንዲራው ግራ ገብቷቸዋል ወይ ሰርፕራይዝ አድርጓቸዋል። በነገራችን ላይ መሐመድ አላሮሲ የሰራውን ቪዲዮ ይህንን ባንዲራ ይዤ ነው ዲዩቲ ያደረኩት። እንግዲህ አንደኛ ማወቅ ያለባቸው ነገር አንድ ነገር አለ። እኔ እንደ ራሴ አስተሳሰብ እንትን ማረገው ነገሮችን ሁሉ ማረገው እና መሐመድ አላሮሲ ብሔራዊ ጀግናችን ነው። ብሔራዊ ጀግና ደግሞ ከሀገሩ በላይ ምንም ነገር ልታረጉለት አትችሉ። ምናልባት ከዚህ በላይ ልንስተው ካላችሁ ቁርአንና ሐዲስ ነው። ግልጽ ነው እኔ እንደሚገባኝ እና ይሄንን አድርጌ ለመሐመድ አላሮሲ ያለኝ ክብር ነው። ምክንያቱም መሐመድ አላሮሲ ለኢትዮጵያ ያለውን
ነገር አውቃለሁ። ስለዚህ ይሄ ባንዲራ ለሱ ይሄ ባንዲራ ለእኔ ልዩ ቦታ ነው ያለው። ስለዚህ ይሄንን በሰላም አለይኩም ወይም ደግሞ ሰላምታይን በባንዲራ ማጀቤ እኔ ደስተኛ ነኝ፣ ሀሴት አደርጋለሁ እና ማሜም እንደዚህ ስለሚያደርግ ነው። ስለዚህ እኔ ኢትዮጵያዊን እወዳለሁ። ባንዲራዬ ደግሞ ኢትዮጵያዊ ደግሞ በምንም የምትለወጥ ነገር አይደለችም። ስለዚህ ለብሔራዊ ጀግናችን ብሔራዊ መገለጫችን ደግሞ ይሄ ባንዲራ ነው እና ይህን ይመስላል። ማሜ እጅግ በጣም አድርገን እንወድሃለን። አላህ ያክብርልን። ገለቶልኝ አንዴ ከመውጣቱ በፊት 1100 አጭር ቪዲዮ በአረበኛ መልሽለት። بقى أنا بحب العلامة طبع بلدي ومحمد بحب مشان هيك أنا ماسكه معاي. هيدا اللي اتكلمه هو، لأن محمد بحب وأنا كمان بحب بلدي مشان هيك أنا ماسكه. الناس سألينه ليش أنت ماسك، لأنه ما بيشوفوا دائما ماسك بيده، بس اليوم عشان أنت جيت هو مبسوط مسك لأنك بتحب بلدك، هو كمان بحب بلده مشان هيك قال لي اشرحي له لمحمد. الحين شرحت له. اوكي محمد اخوي العزيز ሁላችሁም እዚህ ውስጥ አጭር ቪዲዮ መሐመድ አልዓሩሲ ኢንሻአላሁ ተዓላ ሲሰራ ሁላችንም ዲዩት እናርገው። እሺ የምትሉ አንዳንድ ቁጥር ጻፉልኝ። መሐመድ اتكلم اخوي العزيز. الله يعطيكم العافيه. شكرا اخونا ابراهيم ايلو. وقولي له انت رفعت المتاوكه حقنا نيابه عن كل الموجودين في الغرفه اللي احنا ما جبنا معانا. قولي له شكرا. تركم اللي انت لا مراد الله يعافيكم يا هونو يتركم اللي تركم اللي እናመሰግናለን። አንተ ምንድነው እኛ ይዘን አልመጣንም፣ አንተ ይዘህ ስለተገኘ ደስ ብሎኛል ያለው قالوا لهم ليش مسكت العلامة دي؟ قال هذه العلامة تمثل هو كل ما هويتنا كلنا. مش حابين ناخذ من وقتك اكثر من كده، وقت كثير متاخر عندكم، روح ريح عشان ايه كمان لا تطفشك ما تجي تظهر فيديو. عساكم على القوة ان شاء الله. ان شاء الله لنا لقاءات اخرى، والله يعطيكم العافية ويرحم والديكم ويقويكم على الخير ويقوينا وإياكم على الخير إن شاء الله. شكرا لكم. حياك الله. الله يكرمك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبيبا. We love you, Mohammed. For both of you, you have to finish both doors. Oh shit! አደራችሁን ሁላችሁም እዚህ ውስጥ ያላችሁት ቪዲዮውን ሁላችንም ሼር እናደርጋለን። እሺ አውሩ። እንደ ኮሜንታተሮች ግን ጉደኛ ጻፊ አላየሁም።